بعد الفيديو ده هيكون معاك كذا مصدر دخل، والأحسن من كده إنك تقدر تطبقهم فورا بعد الفيديو ده مباشرة، خصوصا إنهم مش بيحتاجوا رأس مال كبير. وخليك مركز في الفيديو لأني هقدم فيه هدية قيمة وهقول شروطها في نص الفيديو. بس قبل ما نبدأ لازم أحكي لك حاجة غيرت تفكيري تماما. من 5 سنين كنت شغال في شركة وفجأة جات كورونا والشركة صفت للناس وجه ميعاد تجديد العقد بتاعي. صفوا لزميلي قالوا لي هنجدد لك 6 شهور. طبعا هما مش هيجددوا لي علشان سواد عيوني، بس علشان في مشروع كنت ماسكه والمشروع ده كان مفتوح. هخلص المشروع وبعدها هيقولوا لي مع السلامة نورتنا. ومن هنا قلت لازم اعدد مصادر الدخل بتاعتي. والموقف اللي انا حكيته ده ممكن يحصل لاي حد واي حد ممكن يتعرض له، فعلشان كده انا جايب لك في الفيديو ده 5 مصادر دخل ممكن تعتمد عليها، واخر مصدر دخل هيخليك في حتة تانية خالص. فركز كده معايا وجهز قهوتك ويلا بينا نبدأ الفيديو. في المرتبة الخامسة الاستثمار في العقارات. تقدر تطبقها من اي مكان في العالم وبراس مال قليل. ايه ده، عقارات وراس مال قليل؟ هقول لك مثال. يعني بدل ما يشتري العقار شخص واحد، لا، العقار يتقسم على اشخاص كتير وكل واحد له حصة معينة في العقار حسب المبلغ اللي دفعه. ولو في عقار مثلا ب3 مليون جنيه، ال3 مليون هتتقسم فرضا على 100 شخص، فكل واحد هيدفع 30 ألف جنيه. والبرامج اللي بتعمل كده برنامج زي ستيك، ومن خلالها تقدر تستثمر في الإمارات والسعودية، وبرنامج اسمه سيف، وده من خلاله تقدر تستثمر فيه في مصر. البرامج دي تقدر تحملها في اللينك اللي في الوصف، وتأكد انك تحمل التطبيق من الرابط اللي في الوصف لانك هتاخد حوالي 40 دولار هدية. والربح من البرامج دي من خلال طريقتين. الطريقة الأولى، أول حاجة الإيجار. أنت دلوقتي اشتريت العقار بنسبة معينة، النسبة دي تقدر تكسب من خلالها من حوالي 5 ل7%. الطريقة التانية من ارتفاع سعر العقار. يعني مثلا أنت اشتريت العقار ب1 مليون جنيه والعقار زاد ووصل 1,200,000، فكده أنت زدت 20% فايدة، وبالتالي يكون إجمالي الربح بتاعك من 25 ل27%. بس الأهم من كده تشوف فلوسك بتتحط فين وتعرف نوع العقار اللي هتشتري فيه عشان ما تلاقيش فلوسك بتتحط في ديسكو مثلا، فخلي بالك من الحتة دي كويس. المرتبة الرابعة الاستثمار في البورصة. مش شرط تبدأ في البورصة كبير، ممكن تبدأ ب1000 جنيه وتقتطع جزء من الراتب بتاعك بشكل شهري وتستثمر بيه في البورصة. ونصيحة قبل ما تدخل البورصة اسمع فيديوهات علشان بس تكون فاهم السوق بيمشي ازاي. اكتب في التعليقات بورصة وانا هبعت لك روابط الفيديوهات اللي ممكن تقدر تستفاد من خلالها. والنصيحة الأهم اللي كسبتني فوق 50,000 جنيه في البورصة في فترة قليلة، إنك تشتري وقت ما الناس بتبيع. يعني لو في أزمة والأسهم وقعت ونزلت، خليك مرتقب اللحظة دي وادخل اشتري. الأزمة هتروح والأسهم هترد وفلوسك هتزيد. تاني حاجة ممكن تكسبك من البورصة إنك تشتري في الأسهم اللي بتدي أرباح سنوية زي طلعت مصطفى وابن سينا فارما وغيرهم كتير. فانت بتحط فلوسك وبتستنى الارباح، بس لازم تكون متابع اسهمك كويس جدا. الاهم من كل ده انك تتحرى الاسهم اللي هتشتري فيها وتشوف متوافقة مع الشريعة الاسلامية ولا لا. يعني ما تشتريش في اسهم فنادق والفنادق دي مثلا فيها خمور، ولا اسهم بنوك والبنوك دي بتعمل معاملات ربوية، فخلي بالك كويس. المرتبة الثالثة المنتجات الرقمية، وده انا عملت منهم مصدرين دخل. المصدر الاول، عملت برامج بتعمل صور بالذكاء الاصطناعي بشكل اوتوماتيك. البرنامج الاول بيسحب البرومبتات، يعني بيعمل وصف للصورة واللي هتتعمل بعدها بالذكاء الاصطناعي. وبعد ما بيسحب البرومبتات انت بتفتح البرنامج التاني واللي من خلاله البرنامج بيسحب البرومبت من البرنامج الاول اللي فيه وصف الصورة ويحط الوصف في موقع خاص بيعمل صور بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. وكمان بيحمل الصور بشكل اوتوماتيك بدون تدخل منك، وبعدها تقدر ترفع الصور اللي اتعملت في مواقع بيع الصور وتقدر تتربح من خلالها، واللي ممكن تدخلك عائد مادي بشكل شهري. وانا هنا حليت مشكلة للناس اللي هي المجهود. الناس كانت بتاخد مجهود كبير عشان تعمل الحاجات دي بشكل يدوي، انا عملت البرنامج يعمل الكلام ده بشكل اوتوماتيك. يعني باختصار عملت لك مكنة فلوس. فانت شوف احتياج الناس وقدم ليه حل، هتلاقي الناس اشترت منك. المصدر التاني، عملت كتيب عن ازاي تتعلم تصميم الجرافيك، وكتبت الطريقة اللي انا مشيت عليها واللي خلتني اتعلم تصميم الجرافيك في شهر واحد بس. وبعد ما اتعلمت تصميم الجرافيك
قلت ليه مفيدش غيري واقول لهم الطريق ده، وبالفعل عملت كتيب وبعت منه كتير، ودخل لي في فتره قليله حوالي 5000 جنيه من كتيب صغير، واللي بالمناسبه تقدر تشتريه من خلال الرابط اللي في وصف الفيديو او من خلال اللينك اللي في البايو. ويجي هنا ميعاد الهديه اللي قلت عليها في اول الفيديو. شروط الهديه: محتاج منك تسمع الفيديو للنهايه وتعمل لايك دلوقتي، واشتراك في القناه لو بتسمع الفيديو من يوتيوب، وفولو لو بتسمع من تيك توك او فيسبوك، وكومنت باسم الهديه بتاعتك اللي انت عاوزها. فاكتب برنامج بيع الصور لو انت عاوز البرنامج، او اكتب الكتيب بتاع المصمم الجرافيكي، وانا هختار حد عشوائي من الكومنتات وهيكسب معانا باذن الله. المرتبة التانية: التسويق بالعمولة. ممكن تكون صانع محتوى وتقدر تسوق منتجات سواء رقمية او مادية، وغالبا لما صانع محتوى بيقولك ادخل في اللينك واشترك من الرابط غالبا بياخد عمولة. يعني انا في لينكات في الفيديو تسويق بالعمولة، فانا باخد عمولة من الشركة دون انتقاص اي شيء منك. يعني انت مش بتخسر حاجة، بل انك احيانا ممكن تستفيد بخصم او ربح. وسوق التسويق بالعمولة سوق كبير جدا بيقدر بملايين الدولارات، فنصيحة مني ما تفوتش السوق ده وادخل فيه. بس مشكلة السوق ده انك محتاج متابعين كتير تثق فيك، فحاول تكبر جمهورك وتزرع الثقة دي بينك وبينهم بانك تقدم محتوى هادف وصادق تكون انت جربته بنفسك، وما تطلعش تضحك عليهم بكلمتين. المرتبة الاولى، وده هيطلع لك اكتر من ضعف ارباحك. يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. يعني مالك مش هينقص، بل انه هيزيد وربنا هيبارك فيه. فانا حاليا بكلمك على استثمار الاخرة. اذا معاك مال لازم تخرج منه جزء، وده استثمار ليك في اخرتك. استثمر في اهلك، استثمر في صحتك، العب رياضة، وتكون نيتك انك تكون معافى علشان تقدر تصلي قيام الليل، وانك تبعد نفسك عن المعاصي. فكل ما تلعب رياضة تاخد حسنات. حفظ اخوك القرآن، كل ما يقرأ تاخد حسنات. اتعلم واعقد النية انك تفيد غيرك، ويوم ما توصل ما تنساش تعلم غيرك، فصدقة العلم نشره. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فخلي ليك صدقة جارية، وعلم غيرك بعلم ينتفع به، وده اللي هيبقى ليك في الآخرة. اتبرع، ابني مسجد، ابني بير، تجيلك حسنات وانت نايم. في النهاية عاوز اختم الحلقة بقول عبد الله ابن عمرو بن العاص: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة. كان معكم عبد الله السهولي، سلام.